السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ضحكتنا الحلوة. في حياتنا ساعات بنطلب المساعدة ونفتكر إن اللي حوالينا هيسندونا، لكن ساعات المفاجأة بتكون العكس. والمثل الشعبي اللي بيجسد الموقف ده بيقول: جبتك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين عايز تتعين. تفتكروا بقى المثل بيتقال امتى؟ وهل لما نعتمد على حد نلاقيه هو اللي محتاج مساعدة؟ يعني دي لايقة قوي. هو امتى؟ لما حد بيجيلنا ونبقى عايزين نساعده، مش كده مجدي؟ لما حد بيجيلنا ونبقى احنا عايزينه في جنبنا ويسندنا ويبقى في ظهرنا، وفي الاخر نقف احنا جنبه. يا ربي، ده كتير قوي مننا حصل له الموضوع ده. على فكرة بقول لك يا مجدي، ما تختصر عليا الطريق وتفهمني ايه اصل المثل ده اصلا. قصة المثل دي طويلة شوية، بس أنا هحاول ألخصها لك يا رانيا، ونقول إن كان في واحدة زمان اسمها أم محمد من الصعيد. جوزها مات وعنده مشاكل كتير جدا بينها وبين أهل جوزها علشان الميراث، وابنها كان خاطب وعنده مشاكل برضه مع أهل خطيبته. قالت له: بس يا ابني تعالى، هما كده كده مش عارفين نحل مشاكلنا ولا عارفين نحل مشاكلهم. أنا هبعت لخالك يجي من البندر يقعد مع أهل أبوك علشان نحل حكاية الميراث وناخد حقنا، ويقعد معنا سايبك برضو علشان يتمم الجوازة ويشوف هنحلها ازاي. طبعا خالك هو الوحيد اللي هيحل المشاكل دي. وفعلا الواد بعت لخاله يجي، وبعد ما خاله جه، لكن للأسف كان عنده مشاكل أكبر بكتير، لأنه بعد ما طلق عنده مشاكل مع زوجته وعنده مشاكل بسبب جوازته التانية، وجايب قرطة عيال من دي وقرطة عيال من دي، وطبعا طريقته وعيالها عاملين مشاكل له في كل مكان، ومش قادر على مصاريفهم. ده غير إن مراته الجديدة طلعت نكدية ومحتاجة فلوس، وراح باع البيت ومحتاج يصرف. وفي الآخر قالت له: بس طلعت بطبطبة عليه كده وقالت له: جبتك يا عبد المعين تعني، لقيتك عايز تتعين. المثل ده بيعلمنا إن مش كل اللي نتوقعه من الناس هنلاقيه، ولا كل حد نلجأ ليه هيكون قد المسؤولية. وعلشان كده الأمثال الشعبية دايما بتفكرنا إن التجارب هي اللي بتكشف معادن الناس الحقيقية. اوعوا تعتمدوا على حد. دمتم بخير. كان معكم رانيا مصطفى ودكتور مجدي. ياريت ما تنسوش تقولنا آرائكم في الكومنتات. باي باي.